القتل. ومين حماني؟ مش قيادة البادية؟ ومش دولتي الأردنية المفروض تحميني؟ الحرس الخاص اللي معي كان يقول هند فايز ليش مش معها حرس خاص؟ عرفت ليش مش معي حرس خاص؟ فما تحكوا لي لم يتم انتهاك صناديق البادية، تم انتهاكها، تم التعرض لها. وانا احكي لكم انا لا يشرفني ان اكون في نائب في مجلس النواب الثامن عشر، لانه شراء الاصوات، المال السياسي في مادبه، المال السياسي في عمان الثالثه، المال السياسي في الباديه الوسطى. ولما بنحكي تليفون مع وزير الداخل مع الكلام وزير الهيئه رئيس هيئه النقل، ولما بنحكي مع الشباب اللي بالهيئه بقول لك جيب لي اثبات، صور لي، اعمل لي، بقول له هيهم على باب المدرسه الفلانيه عم بقبضوا بال100 دينار وال50 دينار بمادبه، وبالدائره الثالثه، وبالشمال عند الخالديه، وهون في الباديه الوسطى، وبيحكوا لي راسد ما في انتهاكات. انا بدي ديمقراطيه واطمح الى ديمقراطيه من اجل العداله، من اجل الظلم اللي عم تتعرضوا له. بكفي استباحه للشعب الاردني ولحقوقنا. هذا اللي عندي. فما يحكي انا مرشح وواقفه، وانا شفت لما رئيس اللجنه بتطبش وبتكسر والصندوق يضحك ما تحكي لي لم يتم انتهاك. لما البادي بحس براسه بدير وجهه مش سائل معناته اخذ اوامر من وزير الداخليه. هذا اللي عندي شباب. انا بدي ديمقراطيه، بدي نحارب فساد من خلال مجلس نواب حقيقي، مجلس نواب دستوري، مش مجلس نواب الدنانير، مش مجلس نواب وزير الداخليه، مش مجلس نواب الفاسدين. عيب عليكم تضلكم ساكتين على الحكي. انا عز علي، انا لن اخوض انتخابات اذا انتهكت صناديق الباديه الوسطى. لا يشرفني ان اكون في مجلس نواب 18، والمعيار بان الانتخابات نزيهه هم الاشخاص الصحيحين. هذا اللي عندي.